الإعدام بالشنق أرحم بكتير. لو أنت فاكر إنك عشت وقت فيه أبشع طرق التعذيب للبشر فأنت غلطان. فالأصعب والأغرب كان في وقت إحنا ما كناش فيه. الإعدام اللي نعرفه أنا وأنت زي الشنق أو بالرصاص مقارنة باللي هحكيهولك هو ولا حاجة. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في العصور الوسطى في أوروبا اتفنن الأوروبيين والمغول في طرق التعذيب اللي مستحيل تكون سمعت عنها. في القرن ال17 كان في آلات للتعذيب اللي كانوا بيسموها العذراء الحديدية، وده عبارة عن تابوت من جواه سكاكين ومسامير كبيرة بيتحط فيه الشخص المذنب اللي المفروض انه معاقب، وأول ما يدخل التابوت ده بيتقفل عليه وبتدخل السكاكين والمسامير دي من راسه لحد رجله. وكانت مصممة ان المسامير دي بتتوزع في اماكن معينة في الجسم ما تخليش الشخص اللي جوه يموت بسرعة، يعني يفضل يتعذب لحد ما روحه تطلع بالبطيء. وكان فيه الاعدام بالنشر، وده كان عبارة عن انهم بيقلبوا الشخص اللي هيتعدم ويربطوه بالمقلوب فتبقى راسه تحت ورجله فوق عشان يضمنوا ان يكون الدم وصل للمخ وما يموتش لأطول وقت ممكن طول فترة إعدامه، ويبدأوا ينشروه من الجزء السفلي منه لحد راسه. والصين عملت نفس العقاب بس كان أحن شوية لأنهم كانوا بينشروه من راسه لرجله فكان بيموت بسرعة. وفي كمثرية الألم، ودي حاجة كده شبه الكمثرى اللي بتتفتح وبتتوسع، ودي عادة بتستخدم لكل شخص كان بيتثبت عليه جريمة المثلية سواء راجل أو ست، وبتحط في المنطقة التناسلية على حسب راجل ولا ست، وبتتفتح بالتدريج. ومش بس كده، دي كانت بتستخدم للستات اللي اتثبت عليها الكذب. وفي الإعدام بالفئران، ودي عبارة عن إنهم بيجيبوا المتهم وبيحطوا على بطنه قفص فيه فئران ويسخنوا القفص ده على الفئران اللي ما بتلاقيش مكان تهرب منه من السخونة إلا إنها تبتدي تاكل في بطن الجدع المرمي على الترابيزه ده لحد ما تخلص عليه تماما. وفي اوروبا كان في الاعدام بالغلي، وده عباره عن حاجه كبيره جدا محطوط جواها شمع مغلي او ميه مغليه وبيرموا فيها الشخص المذنب. والطريقه دي كان اكتر استخداماتها للستات اللي كانت بتتهم بممارسه السحر، لان وقتها الكنيسه كانت عامله تركيز كبير جدا على السحر والساحرات. اما انجلترا في القرن ال19 كانوا بيجيبوا الشخص المجرم ويربطوا كل اطرافه بحبال، وبيربطوا الحبال دي في احصنه ويحركوا الأحصنة دي في اتجاهات مختلفة لحد ما أطرافه كلها تتقطع، وبعدين يعلقوا كل أطرافه دي على أشهر الجسور هناك عشان يكون عبرة لمن لا يعتبر. وفي القرن ال17 دراكولا كان أول من اخترع الخازوق، والخازوق ده عبارة عن آلة طويلة من الخشب وكانوا بيجبروا الشخص المذنب إنه يقعد عليها، وعشان تقل جسم البني آدم كان بيقعد على الخازوق ده لحد ما يوصل لراسه. والطريقة دي كانت بتاخد 3 أيام لحد ما الشخص يموت، وبالطريقة دي برضو اتعدم أكتر من 80,000 شخص. دي الطريقة نفسها اللي استخدمها الفرنسيين في إعدام سليمان الحلبي، الراجل اللي قتل كليبر بتاع الحملة الفرنسية على مصر. وبذكر مصرنا الحبيب، كان العذاب في العصور دي ألطف وأحن بكتير، بس كان عذاب نفسي. فكان في عذاب اسمه التجديس، وده ما كانش الهدف منه القتل خالص، وكان عبارة عن إن الشخص بيتحط على حمار بالمقلوب وبيحطوا على راسه جرس وبيمشوا بيه في كل المدن وهو راكب الحمار بالمقلوب، وبيقولوا ذنبه لكل الناس. اما الرومان فكانوا بيستخدموا طريقه الصلب، ودي فضلت مده طويله، وكانوا بيسيبوا الجثث معلقه على الصليب لحد ما تاكلها الحيوانات. ليه هما بيكونوا عملوا ايه لكل ده؟ عقوبات الاعدام بالشكل ده ما كانتش بسبب جرائم كبيره، ده كان ممكن يتعدم الشخص لمجرد انه قطع شجره او سرق هدوم، وخصوصا في العصر الفيكتوري حتى اللي كان بيسرق معزه كان بيتعدم بواحدة من الطرق اللي حكيتها لك. وطبعا بسبب ان حالات الاعدام دي بتكون في ميادين عامة وبالعنف ده، فتلاحظ ان الناس بقت ميولها كلها عنف. وهنا طلب البرلمان في انجلترا في القرن ال18 على ان تنفيذ الاحكام بالاعدام يكون داخل السجون، وشوية شوية ابتدى يتنفذ حكم الاعدام داخل السجون وبشكل اقل عنفا عن اللي كان بيحصل لحد ما وصلنا للشنق. ربنا يبعدنا ويبعدكم عنه. قولي في الكومنتات ايه اكتر واحدة في الطرق دي شايفها الابشع، ولو كنت على الفيسبوك ما تنساش تتاكد انك عامل شير ولايك، ولو كنت على اليوتيوب اتاكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.